السيدا ينتشر بشكل مخيف في الجزائر وهذه التفاصيل. لا حديث بين النشطاء الجزائريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي هذه الأيام إلا عن الانتشار المقلق والمخيف لداء فقدان المناعة المكتسبة المعروف اختصارا بالإيدز أو السيدا، وسط صمت رهيب للسلطات المسؤولة التي تكتفي بالمشاهدة. وجاء ذلك في أعقاب المعلومات والأرقام المخيفة التي كشف عنها الصحفي الجزائري أحمد بن عطية بخصوص هذا الفيروس المعدي الذي ينجم عن العلاقات غير الشرعية أساسا، حيث طالب المسؤولين في بلاده بضرورة التحرك من أجل التصدي لهذا المرض الخطير الذي بات في انتشار متزايد خاصة بين فئة الشباب. ولفت ابن عطية انتباه الجميع إلى التزايد المقلق للمثلية الجنسية في الجزائر بجميع أصنافها، مشيرا إلى أنها من بين أكثر مسببات انتشار فيروس سيدا، حيث دعا صناع المحتوى في الجزائر إلى ضرورة المساهمة في تحسيس المواطنين وتنبيههم إلى كل الأخطار التي تتسبب عادة في انتشار هذا المرض المعدي.